سر الملوخية بتاعت المطاعم اللي لونها أخضر منور وعرقها مظبوط. بصي بقى يا ست الكل، الملوخية دي مزاج ومود مش مجرد طبخة، ولو اتظبطت معاكي هتعملي ترند في البيت. أخطاء بتوقع الملوخية منك، خدي بالك منها يا معلمة. الشوربة الكتير مرة واحدة، ابدأي بشوية صغيرين وزودي براحتك عشان ما تسيحش منك. تغطية الحلة وهي سخنة، البخار هيكثف ويرجع مية، والنتيجة الملوخية تفصل. الغليان الكتير دي مش شوربة عدس، هي غلوة واحدة بس وبعدها تطفي فوراً. سر اللون الأخضر الجامد زي المطاعم بالظبط، رشة بيكربونات صوديوم صغيرة جداً، نقطتين ليمون، الاتنين دول بيحافظوا على اللون ويدوكي شكل يفتح النفس. تفرميها ازاي؟ المخرطة هي ملكة القوام الصح. الكبة اشتغلي نبضات بس، مش عايزين عصير. الطشة اللي تفتح النفس أهم خطوة، التوم مفروم، كزبرة ناشفة، رشة كمون خفيفة، يتحمروا في سمنة بلدي، وأول ما تطفي الملوخية تنزليهم عليها. الصوت ده سر الريحة اللي بتشمها من آخر الشارع، تكة الشيف اللي محدش بيقولك عليها. نشفي ورق الملوخية كويس جدا قبل التخريط علشان تتفادي غغوة البيضة وتقف معاكي زي المحترفين. كده بقى عندك ملوخية بريمو، مش أقل من أي مطعم. اعمليها وارجعي قوليلي النتيجة ايه. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على حبيب.